كل شيء قديم يحمل في طياته ذكريات من الماضي البعيد، ويعتبر تراثا تحتفظ به الشعوب لتصل حاضرها بماضيها والمستقبل. والتراث سواء كان نغمة موسيقية أو مقالة أدبية أو قصيدة شعرية أو نقش على قطعة من النحاس أو الحديد أو الخشب، هي وثيقة تاريخية تحتفظ بأسرار وتعبر عن حضارات مضت وعن كيفية في حياة الشعوب. أثاث قديم من الخشب، لو حاولت أن تكتشف عما تعبر عليه هذه النقوش التي رسمتها أيدي الأجداد، لحدثتك بحنين عندما تخلو إليها في بيتك وتخلو إليك. ولو نجيت من خلالها الماضي لأحسنت النجوى وأفصحت الحديث. نقوش على الخشب بقيت عبر التاريخ لتحفظ أمانة التاريخ، بقيت كلحن من الموسيقى يردد أنغام الماضي البعيد. وانطلاقا من هذا المفهوم لاستمرار الحضارات عبر الأجيال، كان لابد أن نحافظ في الجزائر على هذا الفن الذي يسمى الصناعة التقليدية. في سنة 1965 أسست لجنة تهتم بالمحافظة على هذه الحرفة وتنشيطها. وفي ميدان النجارة تركزت الصناعة التقليدية في الجزائر بصفة خاصة على صناعة الصناديق التي كانت تخصص لحفظ الثياب والحلي والأسلحة وكل الأشياء الثمينة التي كانت تكسبها العائلة. ولهذا كان الصندوق واسعا، وكان يستحيل إخراجه من البيت إذا ما تعرضت البيت لأي غزو أجنبي. وكان رجال الصناعة في ذلك الوقت يتفننون في تزيين هذه الصناديق بمختلف الأساليب، ومن المؤرخين من يجد في هذه الرسوم ما يشبه رسوم البيزنطيين. وليست الصناعة التقليدية مجرد حرفة، وإنما هي فن يتصل بحياة السكان عبر التاريخ. والصناعة التقليدية لها أصالة خاصة تميزها في هذه البلاد أو تلك، وتتوارثها الأجيال عبر السنين. وفي الجزائر انطلقت عدة مشاريع تهدف إلى إقامة مراكز جديدة، تهدف إلى تكوين الحرفيين في المرحلة الأولى قبل الشروع في مرحلة الإنتاج.
توجد هناك عدة تعاونيات لأصحاب هذه الحرف. هذه تعاونية تقع في بلدة تيزي راشد، يشتغل فيها 7 من الحرفيين، وأساليب العمل هنا أساليب تقليدية. وكل الأعمال هنا تتم باليد، سواء الرسم أو النقش ونحت الخشب وتركيب القطع. والحطب المستعمل هنا هو من أجود أنواع الحطب. والمشكل الوحيد هنا في هذه التعاونيات هو بطء الإنتاج والنقص في المواد الأولى أي الخشب، كما أن عدد العمال المهرة في هذه الصناعة لا يزال قليلا. ولهذا أسست عدة مراكز لتكوين الحرفيين في المرحلة الأولى قبل الشروع في مرحلة الإنتاج المخطط ذي الطابع التقليدي. ويتناول هذا التكوين عدة مجالات للاختصاص في الصناعة التقليدية. من بين هذه المراكز الخاصة بالتكوين هذا المركز في ديل إبراهيم، وهو مركز الفنون العاجية والنحت البربري،
ويبلغ عدد الشبان المتدربين في هذا المركز 40 شابا. بعد انتهاء الفترة التدريبية يوزع هؤلاء الشبان على مراكز الإنتاج الثمانية التي تمت أو هي على وشك الإتمام في مختلف أنحاء القطر الجزائري. وأساليب العمل في هذه المراكز ليست هي أساليب تقليدية، بل طرق مبنية على التقنية العصرية المتطورة حتى تكون أسعار المنتوجات أسعارا منخفضة في إمكانها مواجهة المنتوجات الأجنبية في الأسواق العالمية. والرسوم هنا لا تتم بواسطة اليد كما شاهدنا في بداية الفيلم، وإنما تطبع على الكاغط ثم تنحت على الخشب بصفة إجمالية. فهذه الكادرات التي نشاهدها الآن ستمنح هدية إلى الحجاج بعد رجوعهم من البقاع المقدسة. يتعين علينا في هذا الميدان مضاعفة الإنتاج وتحسينه حتى نتمكن من مواجهة الأسواق الأجنبية. ولتنشيط التسويق أعدت عدة معارض للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية الجزائر في معرض مونريال وتيرانا ومعرض طرابلس ومعرض الفنون والحرف في ميونخ. وتشكل هذه العمليات الاستطلاعية للأسواق الخارجية إحدى السبل المؤدية إلى زيادة الإنتاج وتحسين التسويق والتعريف بالصناعة الجزائرية.
تقوم السلطات المحلية بنشاط كبير في كل أنحاء القطر لتخطيط والسهر على برنامج الاحتفالات بذكرى 20